في ناس كتير في الزمن ده عايشة مشهد عادل إمام في فيلم المنسي. فاكرين فيلم المنسي بتاع عادل إمام اللي كان شغال في محولجي؟ كان في شغلانة اسمها محولجي في السكة الحديد، قاعد لوحده كده في كشك، وجات له يسرى في ليلة قضى ليلة العمر زي ما بيقولوا يعني. في ناس كتير عايشة مشهد مهم جدا قاله عادل إمام في الفيلم ده ليسرى، واحتمال انت اللي بتتفرج تطلع واحد من الناس دي. لو انت اعمل لايك. اما شاف يسرى فبيقول لها انت كنت فين؟ قالت له انا كنت في الحفله اللي جنبكم. الحفله دي هو كان شايفها من بعيد وحاسس انها بتاعت حفله ناس تقيله في البلد، هي زهقت فمشيت. فبيقول لها حضرتك سبتي الحفله ليه مع ان فيها اكل؟ قالت له اصل انا زهقت فمشيت. قال لها يا ست نواعم، انت نواعم؟ قالت له يعني ايه نواعم؟ قال لها اصل اللي يزهق ويقدر يمشي يبقى نواعم. انا لو زهقت ما اقدرش امشي، لو مشيت تحصل كارثه. عشان هو مسؤول عن القطورات، مع انه مهنته مش متقدرة بس مهنته مهمة جدا. احتمال كبير انت او انتي اللي بتتفرج على الفيديو تبقى عامل زي عادل امام في المشهد ده. لو مشيت من الوضع اللي مش عاجبك اللي انت مضطر تستحمله تحصل كارثة. ما تقدرش تمشي عشان انت مش نواعم وانتي مش نواعم. ما تقدرش تمشي من الشغل اللي انت مش مبسوط فيه، من المكان اللي انت مش مبسوط فيه، من العلاقة اللي انت او انتي مش مبسوط فيها، لان انت مسؤول عن ناس ومشيانك هيعمل كارثة للناس اللي انت مسؤول عنهم. مسؤول عن ولادك، بتصرف على اخواتك، بتصرف على ابوك وامك، بتصرف على مراتك وولادك واتيفر. انت عامل زي عادل امام في الفيلم ده. اوعى تفتكر كون ان انت مش قادر تمشي عشان ما تحصلش كارثة ده معناه انك ضعيف، او ان انت مظلوم، او ان انت مقهور. ده معناه ان انت قوي. الإنسان اللي حاسس بالمسؤولية وما يرضاش يسيب وضع هو تعبان فيه عشان هو عارف إنه لو مشي هتحصل كارثة زي عادل إمام في فيلم المنسي، ده مش إنسان ضعيف، ده إنسان قوي. تحياتي لكل حد مستحمل وضع هو مظلوم فيه، مستحمل وضع سيء وعنده أمل في بكرة، أمل في ربنا إن شاء الله تعبه ده هيتقدر. مستحمل عشان حاسس بالمسؤولية ناحية غيره، الناس اللي بيحبوهم وهو مسؤول عنهم. تعبك هيتقدر وربنا حاسس بيك وانت قوي. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانت مش نواعم وانت مش نواعم، انت انسان قوي فعلا. تحياتي ليكوا كلكوا وصباح السعادة.